كنت ماسك الاكونت مانجمنت تيم ومسكت السيلز تيم مع الاكونت مانجمنت تيم. فكان اوريدي في سيلز في بتاع 10 مثلا موجودين. فانا بشخصيتي الطبيعيه يعني انا بنزل اقعد مع الناس اللي موجوده، انا بفهم دماغهم فيها ايه، بيفكروا ازاي. فلقيت واحد من اصحابنا دول، مش هقول على اسمه، لقيته قاعد اصلا كده معوج في الميتنج، عارف اللي هو رجل على رجل. وانا داخل كده اللي هو تمام ماشي، ازيك عامل ايه، تمام، اول ميتنج تمام، ازيك، اتفضل اتفضل، اخبارك ايه، مش عارف ايه، طب حلو، قول لي بقى الوقت اللي فات عملت ايه. لا الحقيقه انا بشتغل على كي اكاونتس، اكاونتس كبيره يعني في البي تو بي، ولسه واخده شويه وقت. قلت له يا انا عارف الموضوع الحقيقه بياخد وقت، تشتغل بيعه البي تو بي تقيله وبتاع. طب بقول لك ايه، انت فتحت كام ديل يعني؟ فباين قال لي 2 3. قلت له انت بقالك قد ايه في الشركه؟ 6 7 شهور. قلت له طب كويس تمام، تنزل كام ميتنج حضرتك يعني تقريبا في الاسبوع في الاسبوعين؟ وابتدى بقى يرد عليا الردود بتاعت اللي هو ايه، انا واحد ما بيشتغلش، اللي هو عايز يحطني في مود اللي هو سيبني، ده انا بشتغل فيري استراتيجيك، انا مستقبل الشركه يعني، وما تضغطش عليا. فانا قلت له تمام، يعني انا راجل كي اكونت مانجر وفاهم انه البيعه التقيله دي بتاخد وقت وكل حاجه، بس في خطوات حضرتك على ارض الواقع. ما تجيش تقول لي ان انت النهارده كمان ساعتين هتصطاد سمكه وانت قاعد في البيت، وريني ان انت قاعد على الشط ورامي السناره وبتاع. ففضل في العوجان ده، عوجان اللي هو لا وهو ده وبتاع. فانا قلت له ايه، قلت له طب بص خلينا نتفق على حاجه، انت النهارده راجل بقالك 6 7 شهور ما قفلتش ولا صفقه، فدلوقتي انت كسيلز بيرسون الدنيا مش تمام معاك، فمن فضلك احنا محتاجين نشتغل بسايد الاكونتس الكبيره دي، وانا هديك سبورت يا استاذي. بسايد الاكونتس الكبيره دي انت محتاج تشتغل على حسابات صغيره، تعمل شويه كويك وينز علشان تجيب التارجتس والارقام بتاعتك، ويبقى في منطق ان انت يعني فيما معناه تكمل معانا. ما انا لا، ومعوج بقى والطريقه سيئه جدا. فقلت له خلاص تعالى نتقابل ويكلي ميتنج، انت راجل سينيور، ونشوف الدنيا فيها ايه. لقيته الويكلي ميتنج اللي بعدها كلام فاضي برضه، واللي بعدها ابتدي يختفي، ما يردش، ما مش عارف ايه. رحت بعت له ايميل وورنينج في ايميل ترمينيشن، والموضوع انتهى. خلي بالك من حاجه، انت النهارده ما ينفعش تبقى بتضيع وقت مع ناس مش عايزه تشتغل. اللي مش عايز يشتغل ده حتى لو محمد صلاح في مجاله مش هيديك اي حاجة. اشتغل حتى مع اللي امكانياته ضعيفة، اديله كل الدعم، مش مهم يجيب بسرعة يجيب بالراحة، بس الشخص اللي معاند اللي مش عايز يشتغل انت هتضيع وقت ومجهود رهيب معاه وتفضل تجري وراه. والمشكلة كمان ان هو هينقل الاجواء دي لبقية الفريق، هيشوف في واحد بيتدلع وهو يقول لهم اصل انا جامد والراجل مش قادر يكلمني. لا، على ايه وجع القلب ده؟ انت كراجل بتدير كوميرشال تيم، سيلز، اكاونت مانجر، ايا كان، مش مفروض مجهودك خالص يبقى في الفرق ده. اللي عايز يشتغل حضرتك يجي يشتغل زي الفل، واللي مش عايز يشتغل خلاص يتكل على الله.